بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي استوديو نوتس الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من استوديو المونديال من على صفحتكم، صفحه استوديو نوتس. النهارده هنتكلم عن مربع الذهب، مباراتي كرواتيا والارجنتين ومباراه المغرب وفرنسا. كرواتيا فرقه تخصصت في ابطاء رتم الفرق المنافسه، يعني بتحاول تحد من سرعه الكوره فرديا ما بين اللاعبين في بناء الهجمة جماعيا، وكانت ناجحة في الكلام ده قدام البرازيل، لكن فشلت قدام الأرجنتين لأن في لاعب اسمه ميسي. طيب هو ميسي عمل ايه؟ او الارجنتين عملت ايه؟ او سكالوني عمل ايه؟ سكالوني ببساطة شديدة جدا ساب لهم الكورة. الضغط هيبقى في الوقت اللي ممكن يكون في ميسي في وضعية تصنع الخطورة. كرواتيا استحوذت على اللعب، لكن الارجنتين عرفت من أين تؤكل الكتف. طيب ببساطة شديدة جدا، كرواتيا اللي هي المفروض الفرقة الكلحة بقت هي الأرجنتين، والأرجنتين اللي هي المفروض الفرقة اللي هتضغط بقت هي كرواتيا. انتظرت وعرفت من أين تؤكل الكتف، عرفت إزاي تخطف من كرواتيا الفرص اللي ممكن تصنع بها الفارق. لعيب زي ميسي بيعرف إزاي الرتم البطيء يسرع، بيعرف ازاي يخطف الاضواء ويدي مساحه للاعيبه اللي حواليه يقدروا يجبوا خطرين على مرمى الخصم. 3-0 هي محصله المباراه بالراحه. تعالوا بقى للماتش اللي يهمنا، الماتش اللي انا من وجهه نظري الشخصيه، على الرغم من ان فرنسا افرس او اكثر الفرق شراسه في كاس العالم. ليه؟ فرقة عندها جبروت. أنا ثابت في مخططي في بناء اللعب، ثابت في الأفراد اللي بتنفذ المخطط ده، ومع ذلك مفيش حد عارف يفشل المخطط ده. حتى لما لعبت قدام تونس، أنا لعبت قدام تونس بالبدلاء، وكمان غيرت أماكن بعض اللعيبة زي كافانيجا لما لعبوا باك يمين. لكن النهاردة المغرب عرفت تفشل المخطط ده لفرنسا، عرفت في الشوط الأول من بعد البداية السيئة لوليد الركراكي في بناء اللعب أو بناء مخطط اللعب ب5 لعيبة في الدفاع، 4 في الوسط، ولاعب واحد اللي هو يوسف نصيري في المقدمة. أصلا المغرب كانت بتلعب كده 4-1-4-1. النهاردة تراجع باللاعب ده، أو مش هنقول باللاعب ده، هو بدل ما كان عنده 2 مساكين خلاهم 3، والمفروض ان المرابط اللي كان بيجبه هنا مش موجود بقى من قدام، فالمساحه دي فضيت للاعب زي مين؟ جريزمان، واحد من اكتر اللعيبه اللي بتعرف تستخدم المساحات ما بين الخطوط، بتعرف تستلم كوره ما بين الخطوط كويس جدا، بدليل انه عرف يلعب في الحته دي ما بين الاثنين مساكين، وفي الاخر جه اخذ الكوره من قدام مساك ودخل وبقى قدام رومان سايس او غانم سايس اللي ما قدرش يعمل معاه حاجه، لانه خلاص دخل ال 18 وهيلعب الكره العرضيه. ببساطه شديده جدا جريزمان عرف يعمل كل حاجه في الحته دي. يعني انت لما زودت عدد الافراد انت ما قتلتش جريزمان، بالعكس انت اديته المساحه اللي يتحرك ويستلم فيها الكره. لما بعد الثلث ساعه تفقد وليد للي حصل، خرج غانم سايس اللي كان باين عليه الاجهاد والاصابه في التراك اللي عمله مع جيرو، وما قدرش يحصله في خطا التغطيه على الكره واللي راح بيها جيرو، وربنا ستر بعد ما شاطها تسددت جت في العرض في القائم، فبقيت تلعب مخططك الاولاني. طب نعمل ايه قصاد المغرب بقى؟ نسيب له الكوره. طب وبعدين انا استفدت ايه؟ استفدت ان انا استحوذت وقدرت اخش ال 18 بتاع فرنسا مرتين. زياش بيدي كوره عرضيه في ال6 ياردة بتمر مرور الكرام. الكلام ده حصل ليه؟ لان انت رجعت للطريقه اللي انت متعود تلعب عليها، لكن في الاول لما لعبت بشكل انت مش متعود عليه خسرت بهدف، وكمان نفسيتك احبطت لان انت لعيبتك مش ماخده على كده. في البطوله دي لعيبتك دايما ماخده لان هي يا بتستنى يا بتبقى هي الاول. انت فقدتهم بالطريقه دي.
الكلام ده لو بدأ من أول مباراة مش هقول إن المغرب ضغطت على فرنسا، هقول إنها تكتلت زي ما عملت في ماتش أسبانيا. أنا من وجهة نظري الشخصية بونو كان هيوصل المغرب للمباراة النهائية، لأن لوريس مش على القدر الكافي في تصديات ضربات الجزاء، مش زي بونو، وده واضح في البطولة. يبقى أنا كمغرب كوليد رجراجي أخطأت في البداية. كويس جدا إنك ما تبقاش عندي وترجع بعد 19-20 دقيقة من بداية المباراة وتغير. بس ليه ناصر مزراوي باك يمين يلعب باك شمال وعندي عطية طلة لاعب الوداد، اللاعب اللي أول ما نزل دخل بقى في ال6 ياردة هنا؟ ليه القناعات اللي بتتغير في وقت الخطر؟ ليه اعيش قصه جراديولا في انه يبقى ماشي كويس وحافظ رتمه ولعبته حافظاه، ويجي في مباراه زي نهائي ابطال اوروبا قدام تشيلسي يفتكس بحاجه جديده تضيع منه البطوله بكورتين؟ العب اللي انا حافظه، اللي انا ناجح فيه. يا اخي ده مرابط البطوله كلها بتتكلم على انه لاعب رقم 6 متميز، بل هو الاميز في البطوله. ايه اللي يخليني اضيعه؟ ايه اللي يخليني اضيع واحد لعيب زي كده؟ ليه؟ ده النجم بتاعي، ده النجم اللي بيحميني هنا وبيبني معايا اللعب هنا. يا اخي انا معايا واحد زي أناحي ده معلم، والله انه معلم، والله انه معلم، والله انه معلم. هارد لك منتخب المغرب، وصلتونا لمرحلة أبعد ما كان خيال أي رجل عربي يتخيل في البطولة دي. كنا نتمنى الوصول النهائي، لكن قدر الله ما شاء فعل. قدام المركز الثالث والرابع يلعب قدام كرواتيا، وإن شاء الله بإذن الله هياخدوا المركز الثالث بعون الله وقوته. دي كانت رؤيتنا على مباريات مربع الذهب. البطولة خلاص بتودعنا. كانت بطولة جميلة جدا، مليانة بالمفاجآت ومليانة بالتكتكس، عايز أقول ابتكار الكروي في أفكار كرة القدم. إن شاء الله بإذن الله هنبقى معاكم في تغطية هنحاول نخليها خاصة شوية في مباراة النهائي وما قبل النهائي، وإن شاء الله هيبقى في شغل تكتكس هنقرأ فيه الفرقتين قبل المباراة. وإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق للمنتخب المغربي في حصوله على المركز الثالث وبرونزية كأس العالم بإذن الله. سعدت بكم جدا، يا رب المحتوى يكون عند حسن ظن حضراتكم. دمتم في أمان الله.